يا مساء السعادة. ايه السمكية الحلوة دي يا ام زيزو؟ سمكية بالبتنجان؟ ايه الفخامة دي؟ لا، لازم نشوف عملناها ازاي. طاجن سمك تحفة يا جماعة. وكمان سمكية سنجاري معمولة بالخلطة، سمكة بيتزا يعني. يا سلام، لا لا، الموضوع كده كبير. ايه ده؟ وكمان سمكية بلطي مفتوحة ومعمولة طاجن في الفرن. لا كده كبير جدا بقى الموضوع. يلا بقى نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا بقى كده ايه نشوف كده احنا عملنا ازاي. هنا كده ايه كنا في السوق، جبنا ايه 3 سمكات يا جماعة، 2 بولتي او شبار، انا معرفش انتوا كل واحد بقى زي ما هو مسميه في بلده. وواحدة بس ايه سمكية روسي، سمكية متلجة. بصوا احنا بنقول روسي. ماشي. تعالوا بقى كده ايه نشمر التشميره دي بقى، وراها ابداعات يا ام زيزو اكيد طبعا. تعالوا بقى كده لما نشوف ايه احنا عملنا ايه. اول حاجه كده بقى ايه، انزلي كده لو ما عملتيش متابعه اعملي متابعه، اخبطي لي لايك حلو. ماشي. قولي لي بقى ايه رايك بقى النهارده كده بعد ما تخلصي الفيديو خالص كده، وانتي بتتفرجي على الفيديو كده. صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. جبنا بقى ال3 سمكات كده، فتحنا اول سمكية بتفتحيها من الظهر، لازم تبقي ايه تجيبي بقى سكينة حامية ومقص حامي، بتدخليها كويس قوي جنب الشوكة عشان تفتحيها وتبقى مظبوطة معاكي. نضفنا هنا بقى ايه السمكتين البلطي، بسم الله ما شاء الله عليهم. السمكتين كانوا عاملين كيلو، كيلو وشوية كده. بس هم يعني ايه بسم الله ما شاء الله مليانين لحم وكبار، يعني بسم الله ما شاء الله عليهم يعني. ال3 سمكات دول عملوا غدوة جامده. عارفين يعني ايه غدوه جامده؟ بسم الله الله اكبر عليها. طبعا بزياده بقى ايه الخلطه اللي انت بتحطيها عليها بتبقى ايه حاجه كده ايه فاخر من الاخر كده يا جماعه، حاجه كده جامده جامده يعني، بتوديك كده في حته تانية. تعالوا بقى كده نشوف ايه السمكتين الحلوين دول عملنا فيهم ايه. اول واحده كده نضفناها وفتحناها كده ايه من البطن عادي خالص، اللي احنا بقى ايه هنقليها. التانية كده نضفناها وبنشيل بقى القشر اللي بره ده كده، وهنفتحها طبعا ايه من الظهر بتاعها. بس بصراحه هي كانت في هنا معايا غلطه، وانا مش عايزاكم ان انتوا تغلطوها. انا كنت قادره ان انا ما اقول لكمش عليها، بس لا لازم اقول طبعا ده للامانه، علشان خاطر يعني البنات اللي بيتفرجوا عليا يعني متابعين القناه معايا وبيتعلموا مني وبيقولوا لي يا مزيزو انت حاجاتك حلوه جدا واحنا بنحب نتعلم منك. السكينه كانت بارده، فدي اول غلطه ما تغلطهاش. انا السكينه كانت عندي، يعني انا كان عندي سكينه حاميه، بس انا مش عارفه بصراحه ساعتها راحت مني فين. فيلا مش مشكله الحمد لله، بس برضو فتحتها وخليتها جميله ومظبوطه وما اتهرتش معايا ولا اي حاجه خالص. هنا بقى نضفت السمك. السمك كان جاي صابح يا جماعه وجميل جدا، بسم الله الله اكبر عليه. بتنضفي بقى السمك، وبتغسليه طبعا كويس جدا. وطبعا انتوا عارفين بقى محلول النقع بتاع السمك. الجماعه اللي متابعيني وعارفين انا بحب انقع الحاجه ازاي، اهم حاجه عندي عشان ما يبقاش فيها ريحه زفاره ولا اي حاجه. طبعا انا عارفه كلكم كده شطورات كده وزي العسل وبتعملوا حاجات احسن مني كمان. بس كل واحد بقى حسب ايه ما اتعلم وحسب ما اتعود. انا هنا كده ايه كنا فتحت السمكه اللي هي المفتوحه اللي احنا عملناها سنجاري ونضفناها. جبت هنا بقى طبق الميه، حطيت معلقتين ملح خشن ومعلقتين دقيق، وهنحط ليمونه كبيره. ولو انت عايزه تحطي خل ماشي انا معاكي، مفيش اي مشاكل خالص، حطي خل بس ايه حطي كميه قليله جدا علشان ايه السمك ما يتهريش معاكي. هنا بقى ايه جبنا كده السمكيه اللي احنا هنقليها، اللي هنعملها بالبتنجان. فتحناها كده ايه من الجناب وفتحناها من جوه كده ايه يعني بتديها غزات بسيطه جدا بالسكينه عشان التتبيله تخش لجوه. حطي بقى السمك بتاعك في المحلول دون. بصوا جميله بسم الله ما شاء الله، هتطلع ريحه الزفاره، هتخلي السمكيه بيضه وجميله وحلوه. من 5 ل10 دقايق، ما تكتريش السمك عن 5 او 10 دقايق علشان ما يفقدش قيمته الغذائيه، سواء من الملح او من الدقيق او من الليمون ايا كان او من الميه عامه. عشان ما يفقدش القيمه الغذائيه بتاعته ما تزوديش عن كده. طبعا هنا ايه كده كانت ناقعه معايا واتغسل حلو جدا. هنركنه بقى كده خلاص، وهنشطفناه كده بشويه ميه. هنجيب بقى ايه الكبه بقى بتاعتنا الصغنطوطه الحلوه دي. طبعا بقى هنعمل ايه هرسه الشطه. هرسه الشطه تعملها ازاي يا زيزو؟ بنحط فلفل، توم، فلفل احمر، فلفل اخضر. ولو عندك بقى شويه خضار، انا بصراحه ما كانش عندي خضار. هي دي اللي كانت ناقصاني، الخضار والجزر هم دول اللي كانوا. الخضره طبعا والجزر دول اللي كنت انا نسيتهم ما جبناهمش. فالحمد لله عدت برضو الاكله، والاكله مشيت ما وقفتش على حاجه. هنا بقى هرسنا ضربتها كده في الكبه. طب انت هتحتاجي الكميه دي كلها؟ انا هحتاجها، بس لان انا هعمل منها كذا حاجه. جبت هنا بقى ايه 3 حبات طماطم كده، قرن فلفل اخضر، جبت بصل. الحاجه دي طبعا ايه دي اللي هي بتاعت التتبيله. قطعناها. فطبعا التتبيله ناقصها ايه؟ ناقصها جزر، ناقصها خضار. بصوا بقى في طريقه بتزودي بتنجان وكوسه
وتحطيهم على النار، ياخدوا معاكي 5 دقايق بالظبط على النار ان هم يدوبوا كده، وتتبلي بيهم. وفي طريقه تانية زي اللي انا هعملها دلوقتي، ان انت بتحطي الحاجه كلها على بعضها زي كده، بس انا بقى ما حطيتش البتنجان والكوسه ايه في التتبيله، لا انا هحطهم بقى ايه حاجه تانية خالص. يعني انا هظبط، بصوا هتشوفوا بقى الطريقه بتاعتي، ولما تجربوها والله يا جماعه هتعجبكم جدا جدا. يعني بسم الله ما شاء الله عليها، اولاد شكروا فيها جدا، وفعلا دي اخره اللي بتحط البتنجان على السمك ما بتسلمش. انا اولادي قالوا لي بعد كده تعملوا لنا كده على طول. بصوا بقى هنا كده ايه الهريسه بتاعتنا هننزلها كده في الطبق. مش طبعا مش محطوط عليها اي حاجه، ولا بهارات سمك، ولا محطوط عليها ملح، ولا كمون، ولا ليمون، ولا خل، ولا اي حاجه خالص. هنعصر هنا بقى ايه كده الليمون، هنحط هنا الاول كده كمون، هنحط ملح ابيض، بهارات سمك، هنحط بهارات سمك، هنحط بقى ايه تاني يا موزيزو، هنحط بقى الليمون. تعصري بقى كده الليمون ايه عليها حسب بقى ما انت عايزه، ليمونتين، ليمونه، 3، ايا كان زي ما انت عايزه. انا هنا استكفيت بليمونه واحده لانها بسم الله ما شاء الله عليها كانت يعني كبيره وفيها ميه كتير، يعني استكفيت بيها بصراحه. هنا بقى خدت كده ايه مقدار معلقه. وطبعا ايه انا كنت متعوره يا جماعه. وهنا احط برضو مرقايه، واحط شويه سكر برضو، حطيت كمون، وحطيت ليه الحاجات دي انا بزودها علشان البصل والطماطم والفلفل، وحطيت شويه زيت. هنا بقى عشان كنت متعوره، صباعي كان متعور، لبست بقى ايه الجوانتي كده، عشان طبعا انتوا عارفين انا سبق وقلت لكم ايه، قلت لكم انا ما بحبش الجوانتات بقى والكلام ده. انا بعمل زي ما انا بعمل في بيتي كده بطبيعتي، بعمل على السطح برضو بطبيعتي. هنا بقى بتجيبي طبعا ايه لازم تجيبي بقى منديل وتنشفي السمكيه كويس من جوه، ما يبقاش فيها اي ميه علشان تتقبل منك التتبيله وتبقى متبله تمام. بترشي شويه كمون، وشويه كده ايه خلطه سمك، بهارات سمك. بعد كده بقى ايه هنجيب بقى ايه السلوفانه معانا، هنجيب ورقه السلوفان، هنقطع بقى حته على قد السمكيه بالظبط، ماشي. هتحطي بقى زيت كده تحت كده في السمكيه عشان ايه ما تلزقش بقى معاكي. وهتجيبي التتبيله بتاعتك وهتحطيها عليها عادي جدا، هترصيها. بصوا يا جماعه التتبيله دي كان ناقصها، انا بقول لكم جزر وخضار بس، برضو ما وقفتش على حاجه وعملتها، وكانت بسم الله ما شاء الله عليها جميله. وعلى شرط يا جماعه السمكيه بتطلع طريه جدا وجميله، بصوا حاجه جوس كده جميله جدا بصراحه، ما بتبقاش ناشفه ولا اي حاجه، عشان ما فيش حد يقول لي كده بتنشف في الفرن، لا ما فيش الكلام ده خالص. بصوا بقى هنا كده ايه جبنا بقى الفتحات اللي احنا فاتحينها في السمكه، وهنتبل كده. انت بتتبلي اللحم من جوه، اللحم ما بيبقاش فيه مراره، ما بيبقاش، بص بيبقى حاجه كده جميله محدقه كده، وبسم الله ما شاء الله عليها يعني. بعد كده بقى ايه كده تبلتها، هحطها بقى ايه في الطبق بتاعها، وهسيبها بقى ايه متبله شويه. وبرده السمكيه اللي احنا عملناها السنجاري برده فتحناها، هنسيبها برده متبله شويه. بعد كده بندخلها على الفرن، بنبقى مولعين الفرن من تحت بس مش من فوق. هنا بقى هنجيب النوع التالت، هنجيب بقى السلفانه كده وهنحطها في الصينيه. الصينيه دي يعني يا جماعه هنحط فيها السمكيه دي. بصوا انتي بتحطي فيها التتبيله، بص انا دعكت كده التتبيله برضو تاني، وهدوس بقى على التتبيله على السمكه علشان خاطر تشرب مني بصوا هي غززتها برضو، اديتها كده كام قرايه كده بالسكينه، لازم عشان تشرب منك التتبيله. طبعا بعد ما بتستوي في ناس اختياري عندها، لو انت عايزه تحطي ميكس جبن او جبنه موزاريلا تحطيه على وش السمكيه من فوق، حطيه ما فيهاش اي مشكله خالص، وما فيهاش اي عقبه خالص ايه ليكي. هنا بقى انا كنت ولعت الفرن وحطيت الصينيتين اللي هيتحطوا في الفرن. بعد كده جبت الطاسه وعملت السمكيه بالدقيق، ما عملتش خلطه دقيق، ركزوا في الحته دي، انا ما عملتش خلطه دقيق يا جماعه، انا عملت دقيق ساده بس عشان انا هحطها في صينيه. هنا بقى جبت ايه معلقه من الهريسه بتاعه السمك، الدقه بتاعه السمك اللي احنا عملناها، حطيت شويه زيت، حطيت الهريسه بصوا ريحتها كانت جباره، ريحه خيال كده يا جماعه. اول بس ما أنا حطيتها لانها فيها توم وفيها الخضار والليمون، معلش الفلفل والليمون وكل حاجه. بعد كده نزلت عليها ايه بصلايه، بعد كده نزلت عليها بحبايه طماطم، البتنجانه بقى قطعنا البتنجانه كده عليها برضو، وكوسايه بتبقي غسلاهم ومجهزاهم، بتروحي مقطعه كده على طول، بتسيبهم بقى يشوحوا معاكي شويه. كنت طبعا فرمه ايه حبايتين طماطم. هنا جبنا بقى كمون وملح وهنحط برضو مرقه، وهنحط بهارات سمك، بتحطيها بقى على الخلطه دي كده، وبتسيبيها كده ايه يتشوحوا معاكي شويه. انت بتبقي موطيه النار لانك انت بتشوحيهم على الهادي، انت مش عايزاهم يستووا لا. هنا جبنا ايه حبايتين طماطم فرمناهم، وكنت مصفياهم ومجهزاهم.
بصي انت بتخليها يا دوب بس تغلي معاكي غلوه، والتانيه بتروحي بقى مسقطه فيها السمك على طول. فعشان كده لازم تحطي دي قصاد دي على طول معاكي على النار. ما بتاخدش، اكله سهله جدا يا جماعه، يعني سريعه، ما بتاخدش وقت خالص. غرفت كده هنا من على الوش كده كوسه وطماطم وبتنجان. طلعنا بقى كده السمكيه، هننزلها في الصينيه. هنحط بقى كده الحاجة عليها، وهنوطي بقى عليها ونسيبها بقى ايه تعيش مع نفسها، ولا هتقلبيها ولا هتحركيها من مكانها. بصوا، بسم الله ما شاء الله عليها، حكاية حاجة خيال يا جماعة، حاجة بسم الله الله اكبر عليها. وبصوا بتكفي، يعني انا مش هقول لكم مثلا ان هي حاجة قليلة وكده، لا بسم الله ما شاء الله عليها. يعني بصي يعني اكلة السمك دي تاكل معاكي 5 افراد، وهتبقوا بصوا هتقوموا كمان شبعانين. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها، جميلة جدا يا جماعة. السمكية كبيرة اصلا وفيها لحم كتير، والسمكية التانية والسمكية التالتة 3 سمكات الله اكبر عليهم، بسم الله ما شاء الله يعني. بصوا البتنجان والكوسة حاجة خيال. بصوا بقى دي يعني كده كانت استوت كده معانا، الطاجن بقى التاني استوى كده معانا. بصوا بسم الله ما شاء الله، جميل جدا، الله اكبر عليها، ومش لازقة ولا اي حاجة، وتحركيها عادي. وبصوا اهي يعني بسم الله ما شاء الله عليها، الله اكبر. جربوها يا جماعة، والله حاجة جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. كده نقلتها بقى ايه في الطبق بتاعها. وهنا كده السمكية البيتزاية كده ايه خلصت كده معانا برضو، بسم الله ما شاء الله عليهم. يعني 3 سمكات الله اكبر عليهم، كانوا حاجة خيال يا جماعة، بسم الله الله اكبر. والتتبيله وريحتها كانت جميله جدا. وكان كده ايه الاكل بتاعنا كده اتعمل، بسم الله ما شاء الله عليه. وما تنسوش بقى يا جماعه تعملوا متابعه للصفحه، وتعملوا لي احلى لايك، وتقولوا لي ايه رايكم في طريقه السمك النهارده. وانتظروني يا جماعه بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله.